النهاردة هنعمل أكلة يعني ولا في الخيال، جميلة وسهلة وبسيطة. أكلة مشهورة في محلات السي فود وبنجيبها غالية جدا. وعايزة أقول لكم الكيس بيبقى يعني مفهوش نفس الكمية اللي احنا عاملينها ديت، وبسعر غالي جدا جدا. النهاردة بقى أنا هوفر لكم وهعمل لكم كيس السي فود دوت في البيت. وعايزة أقول لكم أي حد مبتدئ ممكن يعمله ويطلع منه يعني طعمه جميل جدا. حتى لو انت لسه مبتدئه او اول مره تخشي المطبخ هتعمليه والنتيجه هتبهر كل اللي حواليكي. ها، عرفنا الاكله ايه؟ كمان الصوص بتاعنا الحلو ده كده هنحطه كده على وش السرفيز. قولوا معايا عرفنا الاكله. طب اكتبوا لي في التعليقات لو وصلتوا لغايه هنا. الاكله بتاعتنا النهارده كيس السي فود الحراري، والمكونات سهله وبسيطه. معانا هنا كيلو من الجمبري، كيلو من الكابوريا، غسلاها كويس وغسلاها واحده واحده كده تحت ميه جاريه. ومعايا كمان نص كيلو كابوريا. طبعا المقادير انت تقدري تجيبي الوزن اللي يعجبك واللي يناسبك. انا هنا غاسله الجمبري وشايله منه الخط الرملي اللي بيبقى في الظهر، مخليه لكم كده ايه كام واحده عشان اوريكم ازاي تطلعوا الخط اللي هو الكيس الرملي ده بكل سهوله في الظهر كده وبخله. وهطلع كده ايه بالراحه اهي، شايفين انا طلعتها اهي في ايديا بكل سهوله، وبعملها بالراحه عشان تشوفوها. لازم يا حبايبي نشيل الكيس الرملي دوت. بصوا من الظهر كده وبدخل الخله وبرفعها على فوق. اول ما بسحبها على فوق كده بتطلع معايا الخط الرملي. لازم الخط الرملي ده يتشال علشان الكيس دوت بيبقى هو فضلات الجمبري. بصوا انا هنا بوريكم الكيس بيتشال ازاي بكل سهوله. تمام كده. الجمبري والكابوريا مغسولين معانا. انا هنا بوريكم ان المكان دوت لازم بيتفتح كده والميه تبقى جاريه عليه ويتشطف كويس. وكمان هقول لكم معلومه ازاي تجيبي الكابوريا حلوه. تجيبيها نتايه بتبقى الجزء اللي انا شاورت لكم عليه ده بيبقى عريض. التوابل بتاعتنا معايا رسوم كبيره ضربها في الكبه، وكمان نازله معاها بقرن فلفل رومي كبير. معايا كمان تلت كوبايه زيت، هي المفروض زبدة بس انا عشان عاملاها صيامي حاطه زيت. معلقتين مستردة كبار. معايا نص كوبايه من عصير الليمون، ممكن تقللي شويه عن النص كوبايه تحطي تلت كوبايه. معايا طماطمايه كبيره مقطعاها 4، ومعايا جزرتين، ومعايا 3/4 عيدان كده روزماري فريش، والجزر نقطعه شرايح كده. التوابل بتاعتنا بقى معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر كبار، معلقه بابريكا كبيره، ربع معلقه كزبره ناشفه، معلقه صغيره كمون، فلفل اسمر وملح. بقول لكم التوابل تاني: ملح، فلفل، كزبره، كمون، بابريكا، بصل وتوم بودر. هنوسع كده ايه. هنا كمان معانا يا جماعه ذره حلو مسلوق مسلوق من غير اي حاجه، وسلقاه نص سلقه عشان لسه هيستوي مع الكابوريا والجمبري. هحط هنا الجمبري على الكابوريا وهنزل كده بعصير الليمون. التوابل اللي هنحطها هنوزعها كده على وش الطبق بتاعنا، وكمان هنزل براس الثوم وقرن الفلفل الرومي ضربهم في الكبة ومنعماهم حلو، وهنزل بتلت كوباية الزيت، وكمان معلقتين مستردة كبار. ننزل بقى بالتوابل ايه الجميلة بتاعتنا ديت، نرشها كده على وش ايه الأكلة بتاعتنا، وقلب قلب قلب. طبعا هي مش محتاجة معلقة علشان ما نقعدش نهري في الجمبري والكابوريا. هنقعد نقلب كده لغاية ما كله يتشرب من بعضه. شايفين الجمال والحلاوة؟ هنركنها بقى ايه كده على جنب. انا هنا بوريكم ان هي اتشربت اهي كلها، كل الخليط اتمزج مع بعضه. هجيب الصينية اللي هتخش معايا الفرن، وهنزل بالكيس الحراري في الصينية. الكيس ده حبايبي بنشتريه من عند اي بتاع ادوات مطبخ،
اللي هو بيبيع ورق الفويل والاطباق، وده بيبقى مقاسات. نجيب المقاس اللي يناسب الكميه اللي احنا جايبينها. يعني انا هنا ما جبتش لان كان عندي كيس طلع كبير شويه فاستعملته بصراحه، ما اشتريتش. هنكب بقى كده كل الخليط بتاعنا في الكيس، وننزل السوائل اللي في الطبق. نعدل كده الكيس تمام كده. انزل بقى بالجزر والطماطمايه وعيدان الروزميري، واحط الذره. طبعا هتقولي انت ما حطيتيش ليه الذره والجزر معاهم وقلبتي كله مع بعضه؟ انا عايزاهم يبقى فيهم تتبيله بسيطه، ما تبقاش التتبيله جامده. فمن على الوش كده هقلب تقلبتين. ها ايه رايكم؟ نحط كده الروزماري في النص وافتح الكيس كده اوريكم شكل الحاجه تفتح النفس. يعني بجد حاجه كده روعه، اكله هتعجبك ومش هتستغني عنها بعد كده. هنا هنربط الكيس كويس بالشريط اللي بيجي مع الكيس. لو وصلتوا لغايه هنا حطوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس. هجيب خله وافتح كده كام ثقب في الكيس علشان البخار يطلع والكيس ما يتنفخش ويفرقع في قلب الفرنه. انا مولعه الفرن على درجه حراره 200، يعني بنحطه من 200 ل 220. وكده تجي الاكله جاهزه معانا، ويلا بينا على الفرن ونشوفها بعد ما تطلع. الاكله استوت معانا والريحه الجميله قلبت البيت كله. هنا هنفتحها، هي سخنه. انا طبعا طلعتها من الفرن وسبتها حوالي 3-5 دقايق كده تهدى شويه عشان البخار ما يطلعش على ايدي، بس برضو هي لسه سخنه. هنفتح الكيس كده ونشوف بقى الجمال والحلاوه. صدقوني الريحه جميله جميله جميله. ايه رايكم؟ بذمتكم مش تستاهل ان انتوا تجربوا الوصفه الجميله دي؟ نوريكم الكابوريا وبوريكم كمان الجمبري. انا مش عارفه امسك حاجه من السخونيه خالص. هنا الكابوريا قطعت الكيس، والبهاريز بقى اللي نزلت من الاكله دي نزلت في الصينيه، بس احنا برضو هنستعملها مش هنرميها. جبت السرفيز اللي هقدم فيه وهنكب الكيس كده بس بالراحه عشان مفيش حاجه تقع. سخنه جدا بس طبعا انا مستعجله فعايزه اكبها. مفيش حلاوه بعد كده بجد. اكله جميله جميله جميله. بعد ما كبيناها وهنظبط كده شكل السرفيز. والذرة هتعجبكم جدا. في ناس كتير هتقولي لا الذرة هيبقى وحش مع السمك ويتزفر، ولا في اي حاجة، والاكلة كلها على بعضها تجنن. جربيها ومش هتندمي، حقيقي مش هتندمي. والتوابل بتاعتها بسيطة، مش مكترين توابل فيها، هيبقى طعمها حلو. هنا بقى البهاريز كده اللي نزلت كلها هاخدها وانزل بيها على وش السرفيز بتاعنا كده. يا جماله يا جماله بجد، حاجة روعة روعة روعة. تشرفك في عزومة، في أكلة، في يعني في أي حاجة، في أي حاجة هتشرفك. أكلة جميلة جدا وحاجة شيك كده. اكتبوا لي رأيكم في الأكلة دي في التعليقات. أنا هنا بوريكم الصينية من جميع الاتجاهات، وبوريكم الذرة خد التتبيلة اهوت وجميل جدا، والجمبري يا جماله يا جماله، وكل حاجة زي الفل. واشوفكم على ألف خير.